يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى حسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة خلفاً للسويسري مارسيل كولر، وذلك استعداداً لقيادة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية 2025 في ظل تولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت. كشف الإعلامي كريم رمزي خلال تصريحات تلفزيونية عن وجود اسم جديد ومفاجئ انضم إلى قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي بقوة، وهو الصربي ميلويفيتش المدير الفني الحالي لنادي الوصل الإماراتي. وأوضح رمزي أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض المدرب على إدارة الأهلي منذ فترة عقب رحيل كولر. وأضاف رمزي: بحسب المعلومات المتوفرة لدي، فإن فرص تولي ميلويفيتش مهمة تدريب الأهلي كبيرة للغاية. وقد شهدت الساعات الماضية تواصلا مباشرا بين أحد مسؤولي النادي والمدرب الصربي، إلى جانب البرتغالي نونو جوميز وكيل اللاعبين ووكيل المدرب، لحسم تفاصيل التعاقد المحتمل. وأشار إلى أن ميلويفيتش أبدى ترحيبه الكبير بقيادة الأهلي، خاصة في ظل مشاركة الفريق المرتقبة في كأس العالم للأندية، مؤكدا أن المدرب تحدث مع مسؤولي النادي حول رؤيته الفنية وطموحاته، وتم التوصل إلى درجة متقدمة من التفاهم بين الطرفين، لا سيما أن المدرب لا يزال في بداية مسيرته التدريبية إذ يبلغ من العمر 43 عاما. يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى حسم عدد من الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. وتتطلع إدارة الكرة بالأهلي إلى التعاقد مع صفقات مميزة تساعد الفريق على حصد البطولات في الموسم المقبل، والظهور بمستوى مشرف في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر يونيو المقبل. ونجح الأهلي خلال الأيام الماضية في حسم التعاقد مع عدد من النجوم المميزين للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، حيث أعلن النادي عن انضمام حمدي فتحي إلى الفريق على سبيل الإعارة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025. وفي يناير الماضي أعلن النادي الأحمر عن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه جناح فريق طرابزون سبور التركي بعقد يمتد ل5 سنوات بدءا من الموسم المقبل. كما نجح الأهلي في التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط فريق فرنك فروزي المجري، إلى جانب التوقيع مع أحمد مصطفى زيزو جناح فريق الزمالك لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر، ومحمد أحمد سيحة حارس مرمى المقاولون العرب لمدة 5 سنوات. وعلمنا أن النادي الأهلي يعمل حاليا على حسم التعاقد مع أحد الثنائي ياسين مرعي مدافع فاركو أو عمرو الجزار مدافع غزل المحلة لتعويض النقص العددي في مركز قلب الدفاع، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن تجديد عقد رامي ربيعة. كما يرغب الأهلي في التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز بعد الاستقرار على رحيل التونسي علي معلول، وعدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي. ويبحث الأهلي أيضا عن التعاقد مع مهاجم جديد، حيث يفاضل بين الثنائي محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.